الاستراتيجية الثالثة في الجيوغرافيكال برايسنج هي الزون برايسنج، وهي الاستراتيجية الوسط ما بين ال FOB Origin Pricing اللي هي كانت بتثبت أو كانت بتحمل كل واحد على حسب مكانه تمن شحن المنتج، فبالتالي بيبقى المنتج غالي على ناس ورخيص على ناس تانية. والاستراتيجية التانية اللي هي استراتيجية اللي هي كانت بتحمل الكل ثابت، اللي هو اليونيفورم ديليفر برايسنج، اللي هو كان سعر الشحن ثابت اينما كنت. هنا الاستراتيجيه الوسط ما بين الاستراتيجيتين اللي هي زون برايسنج. هنا كل شركه بتحدد 2 او مور زونز، يعني تيجي تقول لك الزون الاولاني المنطقه الوسطى، المنطقه الشرقيه، المنطقه الغربيه، او تيجي تقول لك الزون اللي هما الدلتا، الزون الثانيه الصعيد، او ممكن تيجي تقول لك الزون الاولاني الدلتا، الزون الثاني القناه، الزون الثالث الصعيد. يبقى هنا حددت المنطقه ايه؟ مناطق. هنا بقى سعر المنتج او سعر الشحن ثابت لكل الناس اللي جوه المنطقه دي. يعني لو انت في الدلتا هتبقى سعر الشحن كذا، لو انت في ابر ايجيبت هيبقى سعر الشحن كذا، لو انت في قنال هيبقى سعر الشحن تالت، او مثلا لو بلد تانية لو انت في المنطقه الغربيه هيبقى السعر كذا، لو انت في المنطقه الوسطى سعر تاني خالص، لو انت في المنطقه الشرقيه سعر تالت خالص. يبقى هنا مثبت سعر المنتج طبعا، وسعر الشحن هو اللي بيتغير، بس انت واقع جوه زون كبيره. فانت لو في المنطقه دي هيبقى سعر الشحن بتاعك وليكن 100 جنيه، لو في المنطقه الثانيه هيبقى سعر الشحن بتاعك 150، لو في المنطقه الثالثه هيبقى سعر الشحن 300 جنيه. يبقى هنا السعر بيختلف على حسب انت موجود فين في البرايس زون او في المنطقه دي، وبالتالي مفيش ميزه لحد عن التاني. هو هنا وسط ما بين ان انت جوه الزون دي فكلكم هتاخدوا نفس السعر، او بره الزون هتاخدوا سعر تاني بيزد على الشحن. فهو وسط ما بين الاستراتيجيه اللي هي FOB Origin Pricing او Uniform Delivered Pricing. شركات مثلا زي UPS وفيديكس ودي اتش ال بتشتغل بالتكنيك ده، انها بتقسم اي دولة لريجونز، والريجونز دول بيستخدموا اللي هي زونز يعني مناطق، وبيستخدموا الزون تكنيك او الزون برايسنج، ان هو عشان يعمل شحن لباكج معينه في النير باي زون من اللي هو موجود فيها بتبقى ارخص من اللونج ديستانت زون. وكل زون مش بقى حد معين، لا زون منطقه جغرافيه كبيره بيبقى ليها سعر، ومنطقه جغرافيه اخرى بيبقى ليها سعر تاني. اللي بيستخدموا التكنيكس ده برضو المالتي ناشونال كامبانيز اللي بتشتغل جلوبالي، اللي هي بتشتغل بتقسم بقى الزونز وورلد وايد، ان نورث امريكا دي زون، يوروب زون، ايشيا زون. والشيبنج كوست طبعا بتختلف على حسب مقر الشركه فين، وهتشحن لاسيا ولا هتشحن لافريقيا ولا هتشحن لاوروبا ولا امريكا الشماليه ولا غيره، وكل زون من دول ليها سعر معين. لكن حتى دي برضو ليها دروباك، لان جوه الزون نفسها في مناطق اقرب من مناطق تانية، ومع ذلك طالما الاثنين او التو كاستمرز واقعين في نفس الزون فهيدفعوا نفس قيمة الشحن. يعني لو اتكلمنا مثلا ان في كاستمر في اسوان مثلا وكاستمر في اسيوط، الاثنين دول بيعتبروا جوه ابر ايجيبت، جوه الصعيد في مصر، وبالتالي هما الاثنين بيبقوا بيقعوا في سيم زون. يبقى هما الاثنين هيدفعوا نفس مصاريف شحن او تكلفة شحن اي منتج ليهم، ولكن رغم كده اللي في اسوان ده بعيد ابعد من اللي في اسيوط بكتير، ومع ذلك هيدفع نفس القيمه. فكده الكاستمر اللي في اسيوط اتظلم، لانه بيدفع نفس قيمه الشحن لكاستمر زي كاستمر تاني ابعد عنه بكتير هو في اسوان، لمجرد ان هما الاثنين في نفس الزون. فهي برضو ليها دروباكس. فهو يعني الوصول الى الكمال او العداله المطلقه تقدر تقول ان هي مش موجوده. كل برايسنج استراتيجي ليها الدروباكس بتاعتها، سواء كانت فري اوف تشارج خالص، او كانت يونيفورم، او كانت زون برايسنج. كل واحده ليها مشاكلها، وكل واحده ليها حد متضرر من الموضوع ده. الاستراتيجي اللي بعد كده استراتيجيه البيزنج بوينت برايسنج. هنا بقى كل شركه بتحدد سيتز معينه
جوه كل دولة هي دي نقطة الانطلاق للمنطقة اللي حواليها، فبالتالي بتقلل من تكلفة الشحن. يعني مثلا لو افترضنا ان احنا في مصر، هيبقى القاهرة بتغطي القاهرة الكبرى مثلا والدلتا، هنلاقي مثلا الأسيوط بتغطي شمال الصعيد، هي البيزنج بوينت لشمال الصعيد. هنلاقي قنا هي البيزنج بوينت لجنوب الصعيد. هنلاقي مثلا الإسماعيلية هي البيزنج بوينت لمنطقة القناة، وهكذا. وبالتالي كل منطقة جغرافية في بيزنج بوينت أو نقطة تمركز أو قاعدة من خلالها بيتم الشحن للمناطق اللي حواليها، وبالتالي تكلفة الشحن هنا بتبقى أرخص بشكل كبير، أو مش متحملة على حد مثلا موجود في أسوان وبيتشحن له المنتج بتاعه من القاهرة، لا ده أنا هشحنه له منين؟ من قنا. حد في الدلتا او حد في المنصورة هشحنه له من القاهرة، وهكذا. يبقى كل منطقة جغرافية ليها بيز بوينت، البيز بوينت دي بتخدم المناطق الجغرافية اللي حواليها. اخر استراتيجية بقى هي استراتيجية الفرايت ابزوربشن برايسنج. هنا بقى مفيش مصاريف شحن خالص، هنا الشركة قررت تتحمل هي كل او جزء كبير من مصاريف الشحن علشان توصل المنتج بتاعها لأي مكان. وبالتالي هنا ده احد اهم وسائل الدعاية اللي هي بقى الموست اكستريم، ان هو الشركة قررت ما تحملش الكاستمر اي مصاريف خاصة بالشحن، او حتى اغلب الجزء هي اللي بتتحمله. ليه؟ علشان هنا في كومبيتيشن فيري تاف، او عايزه تعمل ماركت بنتريشن، تخترق اكبر عدد ممكن من الكاستمرز وتوصل لهم وتخترق الماركت بشكل كبير، فبتتحمل جزء كبير او كل التكلفه الخاصه بالشحن، فبيبقى سعر المنتج واحد لاي مكان. ودي طبعا استراتيجيه يعني طموحه جدا، عكس خالص الاستراتيجيه اللي هي اف او بي اوريجين، اللي هو انت مكانك فين هتتحمل على المنتج تكلفته خالص. يبقى ده الاكستريم بتاع الاف او بي اوريجين، وما بينهم بقى البيزنج بوينتس والزون واليونيفورم ديليفرد برايسنج. فكل دول كانوا انواع من الاستراتيجيات الخاصة بالتسعير المعتمد على التوزيع الجغرافي. فيديوهات افهم ماركتينج موجودة على يوتيوب وموجودة على لينكد ان. اعمل سبسكرايب للقناة ولايك وشير علشان يوصل المحتوى لأكبر عدد ممكن يكون مهتمين بمحتوى افهم ماركتينج. افهم ماركتينج كمان موجود على هيئة بودكاست، على سبوتيفاي بودكاست، وعلى ابل بودكاست، وكمان على ساوند كلاود. اعمل متابعة وشير للقناة. ولو عايز تراسلني ممكن تراسلني على الإيميل افهم.marketing@gmail.com.